يلا نوثق لحظات دخولك. والله كلهم في نوميتي هون. ها يلا ساتر. والله بنص دماغ هنا لازم عجب. امبارح حساب باور على تويتر نشر تغريدة بعنوان وش بنسوي في 2026، وكتبوا فيها انه المقطع راح ينزل اليوم الساعة 1 الظهر. الغريب جدا انه التغريدة خلال 6 ساعات جابت اكثر من 350 الف مشاهدة. يعني حتى لو نحكي بالمختصر، التغريدة صار الكل يحكي فيها والناس كلها بتحاول تعرف تفاصيلها اكثر. ومن اكثر الاشياء اللافتة للنظر التعليقات، كانت تقريبا كلها تسأل سؤال واحد: مين الشخص اللي بالنص؟ واللي فعلا فاجأني انه حتى لو ذكروا اسماء كثيرة بالتغريدة، اكثر اسم تكرر كان اسم صهيب. واللي بخليني استغرب بصراحة اكثر انه صهيب صار له حوالي سنة مش موجود مع باور، ومع ذلك لحد اليوم الناس ما زالوا بيطالبوا فيه انه يكون مع فريق باور. هالاشي بيوضح قوة تأثيره حتى بعد كل هالفترة. وموضوع صهيب بيفتح لنا باب نقاش مهم: ليش بعض الاشخاص الموهوبين او حتى المحبوبين عند الجمهور للاسف بيبتعدوا عن فرق كبيرة او محتوى ناجح، مع انه واضح انه وجودهم بيضيف قيمة كبيرة للفريق. خصوصا انه صهيب لليوم ما تكلم عن سبب خروجه من باور، بس كثير ناس بيحكوا انه يمكن السبب اكبر من اللي احنا بنعرفه، سواء مشاكل داخلية او قرارات من ادارة باور او حتى ظروف شخصية. وبالنسبة لي انا بشوف انه صهيب اضافة جميلة جدا لاي محتوى بقدموه باور، وما بقلل منهم ابدا، وبالعكس وجوده بضيف تنوع سواء بالافكار او في طريقة التقديم. يعني بشكل شخصي وجوده اشي ايجابي لباور وممكن يرفع من مستوى المحتوى. وبغض النظر عن احتمالية انه الشخص اللي بالنص فعلا صهيب او لا، بس فكرة طلب الجمهور لرجوعه واضحة جدا، وهذا بدل على ارتباط الناس بالمحتوى السابق لباور وبالاشخاص اللي كانوا جزء منه. وفي النهاية سواء رجع صهيب او لا، الله يوفق الجميع في مشوارهم سواء كان مع باور او في اي مشروع اخر. المهم انه كل واحد يستمر ويقدم الافضل، والجمهور دائما موجود ليشجع ويطالب باللي يحبه. اكتبوا لنا رايكم بالكومنتات، هل بتشوفوا انه رجوع صهيب مفيد لباور او سيء؟